انا جيت. طيب وزي ما اتفقنا مع بعض ان اي منتج هشوفه جديد هجربه مع بعض. النهارده كنت في السوبر ماركت بالصدفه، فقابلت حاجه غريبه كده وجديده ليها طعم مختلفه، قلت نجيبها نجربها مع بعض وانا ما فوتهاش عشان ما اطولش عليكم. اهي هي دي. انا لقيت المنتج ده عنده، قال لي ان هو بيتسحب بشكل غريب جدا وبشكل كتير جدا. الكيس وزنه تقيل، انا ما اعرفش طعمه ايه ولا اول مره نجربوه مع بعض، فهنشوفه دلوقتي مع بعض واحد واحد. لقيت منه 5 اطعمه مختلفه كده، دول ال5 اطعمه اللي انا لقيتهم، هنجربوهم مع بعض طعم ونشوفوا ايه راينا فيهم. يلا بينا نجربهم مع بعض. خلينا نبدا باول طعم انا ما بحبوش، طعم الجمبري. طعم الجمبري انا بستثقله جدا، شيبسيات الحاجات ديت انا ما بحبوش، فخلينا نشوفه لعل خلينا نغير الفكره. بص هو يعني شكله السناكس العادي خالص بتاعنا، شايفين؟ بس هي ريحة التوابل بتاعته حلوة بصراحة. بسم الله. هو نفس الطعم المعتاد، بس في بقى سنة سبايسي مخليها الطعم شوية كويس، لكن برضك أنا مصر إن طعم الجمبري في الحاجات دي مش كويسة. الكيس ده سعره 5 جنيه، شايف إن كميته كويسة يعني مش وحشة. اسمه بونكي. خلينا نجرب طعم تاني مع بعض. ده بيقول إن هو بالجبنة اليوناني. خلينا نشوف إيه موضوع الجبنة اليوناني ده. هو المرة دي بقى هو مش بافس مش صوابع، يعني هو كويس إن هو عامل أشكال كتير يعني. شوف الطعم ده بقى، والله حلو. طعم الجبنه اليوناني ده تحس ان فيها زيتون شويه، الطعم ده لذيذ جدا، بس طعم الزيتون باين قوي. خلينا نشوف طعم تاني. ده بيقول ان هي بالشيدر تشيز، جبنه الشيدر، مش عارف يعني ايه. اوه، بس الجبنه باينه جدا فيه. بصوا بقى، ده شكله مختلف. بالمناسبه بس انا قريت حاجه عليه ان هو ده مخبوز مش مقلي، يعني ده مش متعرض لزيوت، فهو بالنسبه لنا كده هيبقى هيلثي شويه يعني. طعمه حلو. طعم الجبنه قوي 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 فيه، بس هو شبعان توابل، يعني التوابل متشربه جوه منه. طعمه حلو قوي ده. ده طعمه جميل وممتاز بصراحة. يعني أنا شايف إن ده ممكن أنا أجربه مرة تانية، يعني أنا أجيبه لنفسي أستخدمه شخصي. المكونات بتاعته حلوة والدنيا تمام، ما فيهوش أي زيوت أو فيه أي حاجة، والكالوري بتاعه قليلة، فأنا شايف إن ده تجربة حلوة. تعال نشوف طعم تاني. ده المفروض إن هو سبايسي بقى. تعال نشوف السبايسي بتاعه إيه نظامه. هو كاتب إن هو هوت هوت هوت. ريحة الشطة قوية أوي. بص هو ده شكله شبه التشيري تشيز كده. طعم بقى إيه؟ حراق جدا. لا، صعب صعب صعب. صعب على الاطفال، صعب على اللي ما بيحبوش الحراق. انا بالنسبه لي عجبني بصراحه، لكن حراق قوي. انا ما كنتش اتخيل ان يعني ممكن الاقي بابس بالشكل دوت في كميه السبايسي دي. هو كطعم حلو، طعم حلو اللي بيحب الحراق، لكن اللي ما بيحبش الحراق ابعد عنه نهائي، يعني لو شفته ما تقربش منه. تعال نشوفوا اخر طعم بقى هيعمل فينا ايه. ده المفروض ان هو بالباربيكيو. شوفوا بقى طعم الباربيكيو الموضوع ده بيبقى عامل ازاي. ريحه الباربيكيو قويه. بصوا يا جماعه، اللي انا اكتشفته المنتج ده بالذات، رغم ان هو جديد ومصري والدنيا فيه تمام وزي الفل، الا ان هو بيتميز بان الطعوم بتاعته واضحه جدا واضحه جدا، يعني مش خفيفه مش ضعيفه. بسم الله. لا، الطعم ده بالنسبه لي مش هيجي خالص. طعم مدخن، وبما ان هو بيتوصى شويه بالتوابل، فطعم التدخينه باين قوي قوي، وطعم الباربيكيو باين قوي. فلا، ده الطعم ده بالنسبه لي صعب جدا صعب جدا، انا ما اقدرش اكمله. لا، اللي بيحب الحاجات المدخنه ده ممتاز جدا بالنسبه لهم، لكن انا بالنسبه لي الطعم ده ابعد كل البعد عن نجربه مره ثانيه. يبقى احنا كده في الاربع اطعمه دول، انا بالنسبه لي انا ده الطعم المدخن ما عجبنيش، وده طعم الجمبري انا ما بحبوش، فبالتالي الطعمين دول انا بره حساباتي. لكن انا تقييمي للموضوع دوت ده حلو قوي قوي قوي. الجبنه الشيدر طعمه جميل جدا، طعم التوابل بتاعت الجبنه باينه فيه قوي، فالطعم حلو قوي. وده حراق جدا. هما الثلاث منتجات دول بصراحه بالنسبه لي كانوا مميزين، لكن دول اللي بيحب طعم الحاجات الجمبري والحاجات ديت هينفع معاه. طعم التوابل فيه حلوه وحادق. ده الطعم الحاجات المدخنه فيه قوي جدا، فبالتالي اللي بيحب الحاجات المدخنه هينفع معاه. غير كده ابعدوا عن دول. وانا شايف ان دول تقييمي ليهم حلو جدا بصراحه. شابوه، شركه جديده نزلت في سوق صعب قوي في وقت صعب قوي، ان الناس بتحارب بعض بسبب المنتجات المصريه والمقاطعات اللي حاصله، لكن هو اعتقد انه هياخد سوق جديد اسمه بونكي.
واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان خاطر تتابعوا كل حاجه جديده بتنزل، وسلام.